السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في عالم الأشغال والخياطة، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وكالعادة نرحبوا بجدد اللي انضموا لينا البيت بيتهم منورينو أوئياء القناة، مشكورين ومأجورين على الوفاء تاعهم. مازلنا في سلسلة تاع رمضان، حبينا نغلفوا سلال هادو تاع البلاستيك. اني حطيت ديجا سله اوفال ودوكا حبيت ندير لكم سله مستطيله. واش نحتاجو تاني؟ بقايا القماش، كما قلت لكم مازلنا في البقايا، استغلال بقايا القماش. مع انه يعني انا حندير اسوختي تاني تاع داك تغليف الكراسه اللي وريته لكم. بقى لي طرف من تغليف الكراسه منا، وبقى لي من هذا القماش. شوفوا واش نحتاجو القياس. نحتاجو منا كي نحطو منا هكذا، شوفوا يعني ديروا حق الخياطه، دائما نحسبوا حق الخياطه، يعني نديروا زياده ندنا وندير هكذا ونروح منا حتى لهنا. شوفوا 28 نحسب 28 ونحسب حق الكفه اللي حندير لاستيك يسمى ندير. شوفوا هيديك يعني نقولوا تماما 27 مع حق الخياطه والكفه نديروا حتى 30 سنتيمتر. تحبوا 29 30. ودائما نقول لكم ما ندوش القياس من هذه الجهه، خاطر السله تاعنا مستطيله فيها الجهه طويله وفيها الجهه القصيره. لو كان ندو من الجهه الطويله راح يجينا القماش معبن ومكمش في هذا الجانب، يعني انه هاي جهه على جهه. بصح لازم ندو القياس اللي يكون هو الاصغر. دائما في السلات اللي يكونوا هكذا كي يكون مربع ولا دائره هو باين نفس القياسات، ولا كان مستطيل كيما هكذا ندو الجزء الاصغر. يعني دائما ندو الجزء الصغير من كيما هذا الجزء هو الصغير ونكيلو منه. ثاني قياس نحتاجوه هو هذا الاطار، يعني هذا الاطار تاع السله تاعنا هكذا كيما يقولوا هنا هكذا. وندير الكاباري تاعي ولا هكذا كيما يقولوا نحسبوا دائما ونديروا 1 سنتيمتر باش نعرفوا بلي حنا ندخلوا في الخياطه. يعني واش نحتاجوا هنا؟ نحتاجوا 3 قطع، يعني نحتاجوا القطعه تاع القاعده تاعنا تاع السله. درت الوجه من هذا القماش ودرت نحتاج لاوات تاني نفس القطعه، لاوات خشينه فتحتها باش ما تجينيش خشينه. لا عندكم رقيقه ديروا رقيقه. انا كانت هذيك الخشينه هاني ديت منها جزء. هايديك كانت هكذا اني فتحت منها جزء، وهايديك تقدروا تفتحوها. شوفوا باش ما تجيش خشينه بزاف، ما نحتاجهاش، نحتاج فقط يعني باش تجيني مطرحه وتجي شابه فقط. نحتاج قطعه هذه وقطعه تاع لاوات، هاوليك جزء تاع لاوات. ونحتاج القطعه الثالثه اللي هي تاع القماش تاعنا تاع دراوات تاني. بقايا قلت لكم اي قماش ما يهمش لانه ما حاش تبان. نحط القطعه تاعي هذه ونحط هذه ونحط فوقها هذوما. هادو دوك نحكمهم بالدبابيس ونقوم بعمليه التطراح ونتاكدوا باللي راهم على يعني كما نقولوا هايديك مقاس واحد. ثاني مقاس في السله اللي هو واش نسحقوا الدوران تاع السله هذه تاعنا. هايديك هنا هكذا هنا نحبس. سما راهي فيها 110 110. نحسب تاني حق الخياطه تاعي على 30 سنتيمتر يعني ولا 29 كما قلت لكم كما تحبوا. انا عندي هاد الاجزاء تاعي تاع الخياطه راح نلصقهم منا في الجوانب منا لهنا ونغلق الدائره تاعي، لانه السله كي عندي 110 ما نديرهاش تماما 110 باش يجوني فيها شويه ستيفات لي فرونس ولا لي بلي كما تحبوا نتوما. هايليك شوفوا من لهنا انا هايديك 30 سنتيمتر، راني درت 30 سنتيمتر. ومن لهنا اني ندير قلت لكم دائما هذاك 110 نزيد لها 50 نزيد لها 60 سنتيمتر نزيد لها حتى نقدر 90 سنتيمتر ومتر، يعني تولي زوج مرات باش تجيكم مستفه بزاف. المهم انتو قماش امكانيه القماش تاعكم زيدوا من 30 وطلع. نتمنى تكونوا فهمتوا، يعني عندكم اختيارات تاع زياده، كل ما تزيدوا يجيكم مستف بزاف. وكي تكون شويه قماشكم ماشي ما يكفيش تجي فيها فقط لي فرونس هكذا معليش، المهم تعطي لها جماليه. دوك نروحوا للجزء الخياطه. واش نديروا؟ اول شيء نحكموا هادوما في بعضهم، ودوك نوريكم كيفاش نخيطوهم ونحلوهم باش ما يجوناش معبنين، ونخيطوهم تاني في بعضهم منا. يعني انا عندي زوج طروف. شوفوا ما كفانيش باش يكون لي طرف طويل، اللي عندها طرف طويل عادي تقطعوا طويل، واللي ما كفاهاش دير كيما انا توصل بين زوج قطعتين ما فيها باس. جزء الخياطه حكمتهم بالدبابيس كما شفتوا، نتاكدوا بلي هذا الجزء مع هذا الجزء، وماذا بكم لا قطعتوه شويه كبير وتطرحوا بعدا تقيسوا عليها وتقطعوا.
ما فيها والو. هكا تجيكم اسهل لانه شويه يتكمش كي تطرحوا الحاجه تتكمش شويه. هنا قلت لكم نبدا نروح نولي من بعد منها هاك وهي رايحه نطرح. تحبوا ديروا هكذا تحبوا ديروا مستطيلات، هذه تبقى راجعه ليكم. بعد ما خيطنا وطرحنا هذيك من الجهتين كيفاش تخرج ما شاء الله، وقطعت هذوك الزوائد، نروح للجزء الثاني هذا تاعنا. هاوليك دوك نلاقي كيما قلت لكم الاطراف منا نخيطهم، وبعد ما نخيطهم منا نسيت باش نحل الخياطه تاعي ندوز عليها خياطه منا ومنا، نرقد الخياطه تاعي كيما يقولوا. دوك شوفوني حين تفهموا ان شاء الله. كما قلت لكم درت وصله. شوفوا كيفاش رقدت الخياطه تاعي وجات العمل نظيف، طويت وخيطت. راكم تشوفوا هايديك ما تبانش كامل، خاصه كي يكون الخيط منو ليه. دوك واش ندير؟ جهه انا ندير فيها كفه هايديك منا ونخلي فتحه قسمه ندخل الاستيك تاعي، جهه ندير فيها كفه والجهه الاخرى دوك نقسموها ارباع على هذه. وكما شفتوا بعد ما يعني طرحنا هذه وخيطنا هذا الجزء، نحكموا هذا الجزء تاعنا هذا نعينوا المنتصف تاعو وين جاي. هاكيك هنا هاوليك شوفوا هنا هاو المنتصف، ونحط الدبوس ولا تحبوا ديروا بطبشور ولا نفس الشيء في الجزء هذا تاني. يعني من المنتصف تاعو هاوليك معايا، ونروح للجزء الثاني منه في العرض. يعني كما ندير نفس الشيء اللي درته في الطول نديرو في العرض، نعين المنتصفات هاهو، ونفس الشيء في الجزء الاخر. ونفس الشيء اللي درته هنا نديرو هنا، نعينو المنتصفات ونعينو المنتصف تاعهم. ما انه انا هايديك شوفوا كيما درت هكذا، هاو المنتصف تاع هذه وهذه باين، نزيدو نعينو المنتصف اللي يجيني منا. شوفوا نحطهم هكذا ونحط الدبوس هنا، نزيد دبوس هنا. وبعدها واش ندير؟ نحكم هذه تاعي هكذا، هاو ديك المنتصف هذا هاو باين لي او ظهر لي بهذه الخياطه، نحطه هنا مع هذا تماما يجي معاه. شوفوا هنا المنتصفات مع بعضها والاربع هذه مع بعضها هنا. ها شوفوا هنا نحي هذا ونحطه هنا. كاع الجوايه الاربعه يعني كاع ديك نحكمهم باش تجيني سهله الخياطه، تسهل عليا عمليه الخياطه.
بعدها واش ندير؟ نقوم بعمليه توزيع هكذا الجزء هذا. شوفوا نخيط شغل بالجزء هكذا، نجيبو هكذا ونخيط، ولا لقيت هذيك زياده نرجعها كي لي فرونس ونكمل انا نكمش. راكم تشوفوا هكذا، هذيك انا نكمش حتى تجي تماما مع هذا الجزء ونكمل به هكذا، والجزء الثاني والجزء الثالث وهي رايحه حتى نكمل نغلق من بديت. بهذه الطريقه يجي يعني خياطه الطبق تجي ما شاء الله جميله وتجي سهله. هاي قلت لكم شوفوا كي تكون زياده انا نزيد نخدم هذوك لي بلي، يعني معاونه روحي درت بلي ونزيد نكمل. اكو شفتوني كنت نكمش وكي نلقاها شويه واسعه نزيد نكمش شويه نقرص ونخيط حتى بالجهه. شوفوا شحال تجي العمليه سهله ويجوا تقريبا كاع كيف تشوفوا. دوك بقالنا واش بقالنا ندخلوا فقط لاستيك في الفتحه اللي خليناها ونلبسوه على الطبق. يعني هاوليك لاستيك دوك انا ما نقطعش وما نعقدش حتى نسيه على الطبق ونشوف كيفاش يخرج. وهنا يبقى لنا نركبوا لاستيك بهذه الاداه اللي وريتها لكم، درت لكم فيديو عليها ما شاء الله كما قلت لكم والله غير كي الحسنه في الدار، خاصه اللي يعني عنده صعوبه في تركيب لاستيك. كما شفتوا في الاخير هاي النتيجه امامكم خرجت ما شاء الله. اكو شفتوا اني وريت لكم كيفاش يعني تقوم بعمليه التوزيع. حبيتوا حاجه تشبح زياده تبقى اختيارات. انا مره درتها لكم بالورد، هاد المره خليتها ساب لانه هكذا راهي شابه وحدها هكذا ما عندي ما نزيد لها يعني. وقلت لكم تبقى مساله اذواق، انا نوريكم فقط الفكره والابداع خليته لكم. شوفوا يعني ما شاء الله تتغسل ونتيجه روعه. نتمنى تنفذوها وتفتحوا بها هذا رمضان ان شاء الله، جوزوه بصحه والهنا. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. وكالعاده المريض ربي شافيه، واللي متمني حاجه ربي يعطيها له. الله يرحم موتانا وموتى المسلمين، ودمتم في رعايه الله وحفظه. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك. صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة